انتوا عارفين ان في شخصيات كتيرة في الكتاب المقدس وصفهم بان هم جبار بأس. معنى كلمة جبار بأس يعني شخص قوي في قدراته، في امكانياته، وكمان في علاقاته. اول شخصية وصفها لنا الكتاب المقدس معانا بان هي جبار بأس هي شخصية قيس ابو شاول، ودي هنجراها في صموئيل الاول اصحاح 9 آية 1. تاني شخصية هي شخصية بوعز، وده اللي اتجوز من رعوز المؤبية، ودي هنجراها في سفر رعوز اصحاح 2 آية 1. أما عن الشخصية التالتة اللي وصفها الكتاب المقدس بأن هي جبار بأس، دي شخصية داود ابن يسى، ودي هنجراها في سفر صموئيل الأول إصحاح 16 آية 18. أما عن الشخصية الرابعة معانا وهي شخصية نعمان رئيس جيش أرام، ودي هنجراها في سفر ملوك الثاني إصحاح 5 آية 1. لو تعرفوا شخصيات تانية وصفها الكتاب المقدس بأن هي جبار بأس، ياريت تكتبوها لنا في التعليقات.